هو كلام الله عز وجل. نبدا كده من قراءه سيدنا الشيخ احمد يعني، ويطيل معنا كده ويمتعنا بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. أمس المأذون يا عم السيد والله. أمس المأذون. بكم ويهلكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه في الاستاد هنا في الاستاد كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك القوم الفاسقون. مرحبا يا شيخ الله يرحمك ويبارك في عمرك. هذا هو القرآن. هذا هو القرآن. يعني الشيخ أحمد السيد يعني
نجم من نجوم القرآن إن لم يكن في الجيزة ففي مصر. ربنا يفتح عليه الشعب في الصعيد هذا نموذج في القرآن اللهم بارك. يعني أحسبه والله حسيبه أنه يعني من أهل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرفع قدره ويرفع شأنه بالقرآن. عندنا نموذج عندنا نموذج بقى تاني يا اخوانا، حد من الاطفال اللي في المسجد نفسها اللي كانوا حافظين وبيحفظوا في المسجد. نسيم